السلام عليكم ورحمة الله. في الآونة الأخيرة ظهر بعض الشباب الذين يضعون على قصصهم الأغاني الشيعية. أقول لكم اتقوا الله عز وجل، واعلموا أنكم قد حاربتم الله عز وجل وقد ناصرتم أهل الباطل على باطلهم. هؤلاء الذين ينشرون ألا يتقون الله عز وجل؟ ألا تعلم أن هؤلاء الشيعة يقدحون في عرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويسبون عائشة أم المؤمنين، وقد سبوا الصحابة رضي الله عنهم؟ ألا تتقي الله عز وجل وتنشر لهم يا رجل؟ لماذا بالله عليك وأنت قد شهدت الناس كلهم عليك يوم القيامة؟ كل من رأى هذه القصة سيكون شاهد عليك يوم القيامة. الطلاق التي تقع كلها بسبب مثل هذه الحالة. طيب الخلاف هل سلم منه أحد؟ ما سلم منه أحد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته رضي الله تعالى عنهن. ولكن ما هي الطريقة المثلى في التعامل مع مثل هذا الخلاف؟ ممتاز. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحلم الناس، وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول كلاما لو قاله أحد آخر لكفر. أنت الذي تزعم أنك رسول الله، شوف تزعم، الله، يعني فيه شك أنك رسول الله. نبحتها الكلاب فقالت أم المؤمنين عائشة: أي ماء هذا؟ أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب. قالت: ما أظنني إلا راجعة. الحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لأزواجه رضوان الله عليهن يوما: أيتكن صاحبة الجمل الأدبب. الأدبب يعني كثيف الشعر. أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب، يقتل عن يمينها وشمالها قتلى كثير، وتنجو بعدما كادت أن تهلك. ولما مرت على مكان يسمى الحوأب، ماء الحوأب، سمعت كلابا تنبح. هنا أخطأت أمنا عائشة. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: لما رأى الناس عائشة مع مجموعة من الصحابة خرجوا للإصلاح، قال عمار يخاطب الناس في معسكر علي: إن الله ابتلاكم بأمكم، أيهما تطيعون؟ أتطيعوا ربكم أم أمكم؟ الله، إن الله ابتلاكم بأمكم. الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إلى خروجها هذا بكاء شديدا. فعن قيس بن حازم قال: لما أقبلت عائشة بلغت مياه بني عامر ليلا فنبحت الكلاب، فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب. قالت: ما أظنني إلا راجعة. فقال بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم. قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لها ذات يوم: كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب. رواه أحمد وابن حبان وصححه، هو والحاكم والذهبي وابن كثير. وقال ابن حجر: وسنده على شرط الصحيح. وقال الألباني: إسناده صحيح جدا. الحوأب ترى صحيح بمجموعة طرق، الذي يخبر فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن يقول: أيكم التي تنبحها كلاب الحوأب، ويعني على وجه الذم لهذا التصرف. حتى مرت عائشة، الحوأب منطقة اسمها الحوأب، فمرت عائشة بها فنبحتها، قالوا: إيش هذه المنطقة؟ قالوا: الحوأب. فكادت أن ترجع، حتى أصروا عليها أنها تستمر في الطريق، قالوا: إذا رجعت رجع الناس كلهم، وخشيت من هذا الأمر. هذا أيضا إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام أنها مخطئة في خروجها مع طلحة والزبير، لا يعني واضح حقيقة فيها الخطأ. والتعاطف أيضا، ترى غالبا خرجوا تعاطفا مع الخارجين، مع عائشة أم المؤمنين خارجة، ومع طلحة والزبير أحد العشر المبشرين بالجنة وفضائلهم معروفة وكذا، يعني غير هؤلاء القادة كان غالب الناس خارج تعاطفا لفضلهم وشرفهم ومكانتهم. ثم طبعا الألم الشديد، فتنة يا إخوان. تعرف ماذا يقول الشيخ الألباني في حديث الحوأب؟
وقد صححه. ولا نشك أن خروج أم المؤمنين كان خطأ من أصله، كان خطأ من يوم ما خرجت، من أول لحظة غلط. ولذلك همت بالرجوع حين علمت بتحقق نبوءة النبي عليه السلام عند الحوأب، نبحتها كلاب الحوأب، عرفت تذكرت. ولكن الزبير رضي الله عنه أقنعها بترك الرجوع بقوله عسى الله أن يصلح بك بين الناس. ولا نشك أنه كان ليس معصوم من الأخطاء، فيهم من زنى وفيهم من سرق وفيهم من شرب الخمر. لأنك حين تقول لي الصحابي ليس معصوما، جميل جدا، لكنه زنى وسرق وقتل وفرق الأمة ومزق وحدتها وتسبب في قتل عشرات الألوف واغتال أيها الإخوة واستباح سبي النساء المسلمات، قتل الأطفال، فعل الأفاعيل، أصابنا بمصائب وكرثنا بكوارث، وتقول لي رضي الله عنه وأرضاه ومع أبي محمد بن حزم رحمة الله عليه وهو في الجنة قطعا. هذا مذهب خطير جدا 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 تربويا هذا أيها الإخوة، هذا ينشئ نفسيا. هذا مسلكنا أهل السنة والجماعة في أخذ الأمور ووضعها في محلها. لا نرى سب أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، في نفس الوقت لا نرى أن أحد من الصحابة معصوم. يعني نحن حبنا للصحابة لأن الله اصطفاهم ليكونوا أصحاب سيدنا محمد، هم بشر وقعت أخطاء وبعضها كبيرة من أفرادهم. فالصحابة من شرب الخمر فأقيم عليه الحد، الصحابة من زنى فأقيم عليه الحد، هذه كبائر. ومع ذلك نحن نقول رضي الله